فاطمة قيدار تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت أو كتبت بالبايو مالتها وقالت: إذا سمعت بوفاتي لا تبكون، زوج راح يقتلني. حقيقة هذا الكتاب أو هذا المنشور بعد فترة قليلة كلش انمسح، وما نعرف إذا كان فوتوشوب أو حقيقة، لكن الفكرة بالموضوع شفنا هواية تداولت هاي الصورة. ناس يقولون فعلا فاطمة تعاني مشاكل كلش كبيرة بالفترة الأخيرة، وناس يقولون هذا الأدمن مال صفحتها يريد الناس تبحث على الاسم، لأن احنا لما رحنا ودورنا كتبنا أو شفنا غير هذا المكتوب. الفكرة بالموضوع انه فاطمة قيدار لحد الان ما طلعت برد رسمي على اللي دا يصير لها. ناس يقول يا معودين هاي يريدون متابعة وطشة حتى الناس تروح تبحث وتدور على المقطع مالتها او على الصفحة مالتها، لحد ما فاطمة قيدار نزلت وقالت: الله يساعدكم يابا، لحد الآن ما واصلني أي شيء من الحكوا علي، لكن السوشيال ميديا ما عندها غير فاطمة قيدار. المهم الحمد لله على كمية الناس تحبني والما تحبني، لأن هاي نعمة، وبعيدا عن كل شيء الناجح إلى أعداء، وأنا حتى صديقاتي المقربات صاروا يقلدون ويحجون علي، فمن منو بعد أحسب حساب. المهم الله موجود وخلص، أنا أعرف طريقي ومستمرة، واللي عندهم يسووه، لأن اللي يردون يصعدون علي أو اللي يردون يصعدون على اجتافي بالعافية لكم لايك. فهذا الفكرة الرد مال المنشور، لأن هي مو بس سالفة فاطمة قيدار، بس سالفة البايو مالتها اللي تغير، ولكن مشكلة اكو بعض نفوس تعبانة، اي واحد يشتري اي واحد يطش يحاول يشوه سمعته بشتى الطرق. اليوم يقول لك مقطع فيديو فاطمة قيدار مع شخص مغوش، الناس يقولون والله عندي 11 دقيقة والله عندي 9 دقائق. مثل ما تشوفون هاي المنشورات أو هاي التعليقات، لحقيقة أنا أخجل أن أقول ذول عراقيين، للأسف فعلا ذول عراقيين، وما يقهر الشباب أكثر غير البنات اللي تتوسل عليكم الله دزول المقطع. وهو من هسه أقول لكم ماكو مقطع وماكو فيديو، وكلها كلاوات وكلها طش. يعني باختصار شديد من خلال هذا الفيديو للناس اللي عندها عقل وتفكر، صدقوني ماكو فيديو. شلون هذا العميد شعلان من قالوا اكو فيديو له، وانا اول واحد نزلت قلت لكم والله ماكو فيديو ومستحيل، ونشروا مال بنيه خطيه تركيا ما ادري منين وقالوا على اساس هو وكلاوات. يعني ما اعرف يجوز اكو صور بغض النظر عن موضوع العميد، لكن موضوع فاطمه قيدار كلاوات وماكو اي فيديو، بس مجرد هاي الصوره اللي ايضا الناس كاتبين هذا الفيديو ومغوشيه، هاي الصوره موجوده على ستوريها وهي قاعده معزومه تاكل ودا السولف، اصلا حتى مو يعني فيديو بيفد شيء. وحتى الناس ما يصير عندها فضول ويروحوا يبحثون هذا الفيديو اللي على اساس طاشلها. هاي مثل ما تشوفون امامكم هذا الفيديو هي ناشرته او صديقتها ناشرته، معزومون ببيت اقاربهم وهي دا تاكل وتضحك طبيعي، وحتى البنيه منازع الشال. وحقيقه ما اعرف هذا الشخص اللي دا يبحث ويدور ويقول انه يا ناس عند المقطع وجيبوا المقطع والله اعطيكم المقطع ويحلف يعني عزيزي فكر انه المقطع لاختك لامك لزوجتك، يعني فكر للحظة والناس تتداول هذا المقطع هيك، تتداول مقطع عرضك، تقبل هذا الشيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في ظل الناس أو الأمور أو الدنيا اللي تصير حاليا بالعراق، الناس ما ترجع لربها، ما تستغفر، ما تقول يعني إلى متى راح نبقى هيك، إحنا شعب متخلف. أما نرجع لسالفة البايو اللي هي كاتبته فاطمة قيدار، احنا نشوف دائما يطلع وياها زوجها بالأماكن العامة أو بالتصويرات، دائما نشوف الرجل مرافق إلها، وحقيقة هذا يدل إلى شخص أنه هو يحب عملها وساندها واقف بظهرها، مو عكس الناس اللي ينشرون أنه أكو مشاكل بيناتهم وراح ينفصلون. ناس يقولون هو ما عاجبه الشغل، وناس يقولون أنه على أساس هي طشت واشتغلت بعد لازم تغير حياتها، بنية عندها أطفال وعائلة ومستورة وحتى لبسها. الفكرة بالموضوع إذا نريد شخص يجاوبنا على هاي المعلومات أو هاي الإشاعات، فهو من الإعلامية فاطمة قيدار، عليها أنه تطلع توضح المتابعيها ومحبيها انه شنو القضيه، شنو سالفه هذا البايو المكتوب، هل هو ادمن، هل هي الصفحه الها، ما اعرف حقيقه. انا لما دخلت على الصفحه اكتشفت انه هاي صفحه تابعه الها ومقاطعها، ما اعرف الفكره بالموضوع منو اللي يريد يوصل فكره انه اذا لقيتوني متوفيه فزوجي راح يقتلني، وليش انمسحت وشنو السبب. هذا معلوم، هذا الشيء حقيقه كلش صادم وكلش يخلينا نسال عده اسئله.
واني متأكد اليوم او باكر راح تطلع الاعلامية فاطمة قيدار وتوضح للناس شنو اللي دا يصير ومنو خلف هذه الهجمة اللي تعرضت لها. كلكم تعرفون احنا بالعراق اذا شخص صار مشهور، سواء شهرة التيك توك اللي هي شهرة اليومين وثلاثة، واما اذا شهرة الاعلام اللي ايضا هي الطش. هواي ناس يقولون الناس دا تكره فاطمة قيدار لان الوحيدة البنية انه ما قدمت تنازلات او ما نفخت او ما طلعت شعرها او ما لبست حصر حتى توصل لهدفها. الوحيدة البنية او الاعلامية الوحيدة اللي مثل ما يقول لك العراقيين اتفقوا على حبها، بنية بسيطة تطلع لقاءات مع الناس. صحيح دائما تتعرض لانتقادات، وصدقيني يعني انا من خلال يمكن يجوز انا اصغر من عندك واللي اصغر من عندك، مو شرط يكون انه اجهل من عندك، لا بالعكس. الفكره بالموضوع انه انا يمكن بالسوشيال ميديا من 2013 انزل مقاطع باليوتيوب. يعني اذا انزل فاتحه فلان ينغلط على الام وعلى الاب، اذا نزل خبر فلان ينغلط على الام وعلى الاب، واذا نزل على اي شيء. ولذلك سبب استمراري بهاي السنين كلها انه عمري وحياتي ما يوم رديت على شخص اساء لي، ما يوم رديت على شخص حكى علي او انتقدني. لو اوقف كميه التعليقات المسيئه يعني حقيقه. والفكره بالموضوع اللي يريحني انه اشوف ذني التعليقات مو يم الموضوع اللي انا ناشره. فالناس المنتقدين الله سبحانه وتعالى ما رضوا عليه، الرسول عليه الصلاه والسلام طعن بعرضه وبشرفه وقالوا عليه كذا وكذا. فاحنا منو؟ احنا ناس حقراء، ناس فقراء، ناس مثل ما يقول لك جهله، ناس لا شيء امام الله سبحانه وتعالى او امام الرسول عليه الصلاه والسلام. فحقيقه انا ما انقهر وما اقول. فهاي رساله من خلال هذا الفيديو الاعلاميه فاطمه قيدار، اكيد دا تسمعني وتشوفنا، انه ما تنتبه لكلام ذا. وصدقوني هي مجرد زوبعه وتخلص مثل غيرها، مثل اللي طلع على حسحس وعلى رحمه، ومثل اللي طلع على ابو شاهين، ومثل اللي طلع على سعلوسه وعلى ام فهد وعلى داليا نعيم وعلى شيخ الكاوليه وعلى اموري وعلى غيرها وغيرها. كل فتره يطلعون جماعه ويختفون. هسه بدي اسال ترند حسحس وينه؟ ترند ابو شاهين وينه؟ لا، ترند سعلوسه وينه؟ ترند سعلوسه وين راح؟ وترند مال زعماني الى غيرها. فهي هاي مجرد اليوم فاطمه قيدار، باكر غيرها، باكر غيرها. ابسط شيء فضيحه فاطمه الخالدي البنيه اللي طلعت بالعلن صوره وصوت، اشو الناس ما حد يذكرها، ما حد جابها بالطاري. فهي الفكره بالموضوع انه بس مجرد زوبعه وتنتهي. ما اريد اطول عليكم، قولوا طول. اجينا نهايه الفيديو. اشكركم على دعمكم، اشكركم على محبتكم، اشكركم على كلامكم الايجابي. ربي يحفظكم يا اجمل متابعين. نشوفكم في فيديو ثاني. لا تنسى تشترك بالقناه. مع السلامه.